أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب، وسيتم بموجبه من منح هذه المؤسسة صلاحية جديدة واستقلالية تامة عن الحكومة. ولمزيد من التوضيحات ينضم إلينا من غرفة الأخبار زميل نبيل دريوش. أسعد الله مساءك نبيل، أهلا بك. مساء الخير جوهرة، ومساء سعيد لجميع مشاهدينا الكرام. ربما حري بنا أن نبدأ بالحديث عن لماذا نظام أساسي جديد للبنك نبيل؟ هناك نظام أساسي جديد لبنك المغرب نتيجة لمجموعة من التحولات، فتوضح المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن النظام الأساسي الذي تم استبداله جاء نتيجة لمجموعة من المتغيرات الطارئة بالمحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب، فلم يعد ممكنا العمل بالنظام القديم الذي تم إقراره سنة 2006. ومن جملة تلك التحولات أيضا إقرار دستور عام 2011 والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان. كما عرفت البنوك المركزية تحولات جذرية بعد استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية لعام 2009، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي. ما هي أبرز مستجدات النظام الأساسي الجديد نبيل؟ هناك العديد من المستجدات، ومنها حسب النظام الجديد ستخضع المؤسسة لرقابة البرلمان من خلال الاستدعاء والي بنك المغرب للمثول أمام اللجنة البرلمانية المختصة، وكذا إخضاع البنك لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وينص النظام الأساسي الجديد على إعطاء بنك المغرب استقلالية كاملة لتخويله صلاحيات تحديد هدف استقرار الأسعار، كما ينص على تمكين البنك من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية. طب ماذا عن أبرز الأحكام الجديدة نبيل؟ هناك مجموعة من الأحكام، من بين تلك الأحكام التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب، والهدف هو ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وأيضا السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى. وبالمقابل ذلك فهناك استقلالية سيتمتع بها بنك المغرب والتي يمنحها له النظام الأساسي الجديد، فيما تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجري تحت مسؤولية مكتب تدقيق خارجي معين لفترة غير قابلة للتجديد يحددها ولي البنك. ولا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا المكتب بعد انتهاء عقدته أن يقوم بمهمة مراقبة الحسابات لمدة 3 سنوات على الأقل. طيب ماذا عن مهام هذه المكاتب التي تتحدث عنها نبيل؟ نعم، مهام هذه المكاتب محصورة في كون هذه أو مكتب التدقيق يشهد على أن قوائم البنك المركزية تعكس صورة صادقة لذمته ووضعيته المالية ونتائجه، كما أنه يقوم أي مكتب التدقيق بتقييم أجهزة المراقبة الداخلية للبنك، وهو ملزم أيضا بإرسال تلك الحسابات إلى أعضاء مجلس النواب، وهنا يحضر دور البرلمان وأيضا مندوب الحكومة داخل أجل 5 أشهر من اختتام السنة المالية على أبعد تقدير. نعم جوهرة. نعم، هل من معلومات أوفى؟ نعم، يشهد مكتب التدقيق على أن القوائم البنكية كما قلت، والجدير بالذكر في هذا المقام أنه تم أيضا توسيع مهام البنك لتشمل المساهمة في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا كل ما لدي جوهرة، أشكرك. شكرا جزيلا لك نبيل على كل هذه التوضيحات.